السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة هشرح لكم برنامج جميل جدا، أفضل برنامج أنا جربته. بيشغل قنوات البين أوت على الموبايل، البين سبورت قصدي، على الموبايل، وبيشغل في حدود 2000 قناة. طيب، أول حاجة البرنامج قدامنا أهو. البرنامج أول حاجة بتحقق منها يقول عن مستر روبرت لوحده، يعني فتح معانا تمام. ممكن في البرنامج ده في حاجة اسمها موفيز. الموفيز دي فيها مجموعة أفلام جميلة جدا بلغات كتير، تمام. ومعانا برنامج اونلاين تي في. الاونلاين ده بيشمل ايه؟ بيشمل قنوات. اول حاجه مجموعه بين سبورت، استنى عشان حقوق شعار البين. فيها بين سبورت اس دي، وفيها بين سبورت اتش دي، وفيها بين موفز، وفيها بين اوت. يعني مثلا لو قناه من قنوات البين اوت، نشوف الدنيا. السيرفر شغال تمام جدا. جايبين دلوقتي استوديو التحليل الخاص بالبين اوت. ثواني عشان النت عندي. بريزويلا اللاعب رقم 11 لصانع. طيب، عندي لو فتحت مجموعة قنوات عربية، ام بي سي، وقنوات تانية كتير، مثلا التانية المصرية، وقناة قرآن، وقنوات روتانا سينما، وروتانا موسيقى، وروتانا أفلام، وقنوات تانية. قنوات جميلة جدا. المفاجأة في البرنامج، في مفاجأة جميلة جدا 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 في البرنامج، غير ان في قنوات الشوتايم. طبعا قنوات الشوتايم دي حاجة رسمية في البرنامج، او حتى انا فتحت ار تي، انا اي قناة من قنوات الشوتايم كله شغال تمام. المهم، في قناة عربية. المفاجأة بقى في آخر قايمة خالص في البرنامج. المفاجأة باقة القمر الأزري كامل. ودي حاجة ناس كتير دورت عليها في برامج كتير. قناة زي قناة سي بي سي، ناس كتير قالت قناة سي بي سي صعب انك تلاقيها في اي برنامج او في ملف اي بي تي في. لا، موجودة في البرنامج ده وشغالة تمام جدا. طيب، موجود ايه تاني؟ موجود قناة ادمن. جايب الدوري الانجليزي. نروح بقى، نيجي بقى لطريقة التحميل. هنحمل ازاي؟ هنلاقي الرابط ده، هسيبهولكوا اسفل الفيديو طبعا، اللي هو ده. الرابط ده فيه كيفية انك تحمل البرنامج. ثواني اقفل النت واشغله عشان النت في المنطقة وحش شوية. نفتح واي فاي اسرع وخلاص. تمام، عندي موجود الوصف بتاع البرنامج. في قناة او اس ان، في قناة بين سبورت، وقنوات مصرية، ومشغل ميديا داخلي في التطبيق، يعني مش محتاج لبرامج خارجية او كده. وده رابط تبع الجروب طبعا، رابط الجروب بينزل عليه برامج وملفات اي بي تي في وحاجات من دي اللي عايز يشترك في الجروب. طيب، رابط التحميل، خش على دي، تلاقي البرنامج بيقولك برنامج السلام عليكم، قدم لكم صور من داخل البرنامج، وبرنامج اثناء الماتش جايب شوية صور. تمام، للانتقال لصفحة التحميل اضغط هنا، تضغط على ايه؟ انك تنتقل لصفحة التحميل. طبعا دي فيها كباتشة داخلية، تضغط كليك مش عارف ايه دي، او تضغط هنا وتضغط هنا وتضغط هنا، يقولك حدد اي مكان فيه جسر يعني. يبدأ هنا يعد معاك من 10 9 8 7 6، وبعدين يديك جيت لينك. تضغط على جيت لينك، هيفتح لك المدونة دي بقى بتشرح لك نفس الكلمة اللي عدى يعني، بس جايب لك صور بقى من داخل البرنامج، بيقول ان هو بتوفر تطبيقات، وبتوفر قنوات زي دي، وبتوفر حاجات زي كده يعني جميع القنوات، يعني بتشرح لك شرح داخلي للبرنامج. بنلاقي رابط التحميل هنا، نضغط عليه، نحدد الكواتش اللي هو بيطلبها مننا، نختار باص، نختار باص، وباص هنا، وباص هنا، وهنا كمان. خلاص كده تمام. تأكد ان مفيش باصات. تمام، كليك هير تو
طيب الراجل ده حط اعلانات مزعجة، بس احنا ايه عايزين نستمر 5 ثواني. 4 3 2 1 0. هنلاقي كلمة جيت لينك، نضغط عليه. طيب نضغط على كلمة كونكت، نكبر شوية كده. ديت بتعد فوق اهي، 5 4 3 2 1. نضغط سكيب، نرجع واحدة، أعيدها تاني الخطوة دي. ثانية واحدة. واي فاي تو لقط. معلش هي مشكلة نت عندي، بس ان شاء الله تتحل يعني. والبرنامج بيشتغل على اقل سرعة نت يعني، للناس اللي قلقانة متقلقوش، اقل سرعة نت ان شاء الله البرنامج هيشغل. طيب هيعيد تاني العد لان النت مش عاجبه. اي حد بس يقابله اي مشكلة مش ينسى يوضحها في التعليقات تحت، وانا ان شاء الله احلها معاه. ولو في جديد عن البرنامج انا معاكم. تابعونا، وطبعا مش تنسى الاشتراك في القناة. اشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. تمام. طبعا الاعلانات دي مزعجة شوية، بس ايه، احنا كل اللي احنا عايزينه منهم ان احنا نحمل البرنامج، والبرنامج ده جميل جدا، اكنك قاعد قدام تلفزيون وبتتحكم. نستمر 15 ثانية دول. بعد كده نضغط كليك تو داونلود. هيجيب لنا اسم البرنامج وتحميل البرنامج. اضغط تنزيل، هلاقيه بيحمل فوق زي ما انتوا حضراتكم شايفين كده. تمام. وكده ابقى نزلت البرنامج، والتثبيت بتاعه زي ما انتوا حضراتكم فاهمين، تثبيت وخلاص كده اتثبت. اي حد عنده اي سؤال مش ينسى يبعته لنا، وانا ان شاء الله هقرا التعليقات على طول واشوف ردودكم، واشوف كل اللي فعل البرنامج. اتمنى ان هو يكتب كلمة كويسة يعني. واللي عجب البرنامج ما ينساش يشترك في القناة، وان شاء الله ننزل لكم ملفات اي بي تي في، وننزل لكم سيرفرات سكام، وتطبيقات. اي تطبيق من التطبيقات الجديدة، او التطبيقات اي حد عايز تطبيقات مهكرة او اي حاجة يكتب لنا في التعليقات، وانا ان شاء الله اجيبها لكم. السلام عليكم.